اهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسع المهندس جهله. بنتكلم على اللغه او لغه التواصل بين المهندسين. اللغه الهدف منها هي القدره على التواصل، واللي هنفهم بعضينا. المهندسين بيفهموا بعض عن طريق الرسومات الهندسيه، هي دي اللغه اللي بيتواصلوا بيها مع بعضهم. زي مثلا الميكانيكال دروينج، زي البي اي دي البايبنج انسترومنت دايجرام، زي الفانكشنال بلوك دايجرام الاف بي دي، زي الريلاتيفيتي بلوك دايجرامز الار بي دي. كل دي عباره عن لغه تواصل بين المهندسين. ليه الرسم الهندسي مهم؟ لانه مش مجرد تواصل بين المهندسين، ده كمان بيعتبر عقد بين المصمم وبين المنفذ. زي لما بنحط دايمنشنز وسماحيات اللي هي توليرانس، احنا مش بنحط ارقام عشوائيه على رسومات. تخيل ان احنا بنصمم شاف، والشاف دوت هيركب جوه بيرنج. لو التوليرانس في الرسم كان غلط، ولو المهندس ما استخدمش نظام الفيت اند توليرانس، النتيجه ان هيكون القطعتين دول مش هيركبوا على بعض، او هيركبوا بلوزنج عالي لانه هيدمر المعادله. لان البيرنج بيبقى ليه قواعد معينه في التركيب على الشافت، ممكن يركب انترفيرنس، ممكن يركب ترانزيشن، ممكن يركب كليرنس، وده بيكون حسب الابلكيشن. مش عاوزك دايما تعتبر ان الرسم الفني هو مهمه بيقوم بها الرسام. الرسم هو اللغه والرساله الهندسيه الموجهه للمصمم، لان اللوحه اللي بتخرج من تحت ايدك هي اللي بتحدد الماكينه دي هتستمر في القيام بالوظيفه بتاعتها ولا هيكون مصيرها الفشل. لو استفدت النهارده وعرفت مصطلح جديد، اكتب لنا في التعليقات وقول لنا ايه الحاجه اللي انت حابب نتكلم عنها او تعرفها تاني.